السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من رحلتي من الفشل للفشل. لو انت ما تعرفش انا في البرنامج ده بتكلم فيه عن ايه، انا بتكلم عن حاجات اللي انا بمر بيها كاكسبيرينسز. ساعات بتبقى زي ساعات بتبقى اكسبيرينسز ساعات بتبقى اكسبيرينسز تعبانه، ساعات بقول لك اكسبيرينسز انا بمر بيها في الدنيا وفي الحياه، بكون اتعلمت شويه حاجات يعني في الموضوع، بيبقى ايه لطيف يعني. خلينا نخش في الموضوع. حصل وان انا كنت الفتره اللي فاتت فجاه في ذهني بيتردد سؤال: انت ليه بتعمل فيديوهات وانت ليه فاتح قناه على اليوتيوب؟ ده يقول لك ان انا فجاه كده جت عليا فتره ان انا عايز اعرف معنى الحاجات اللي حاصله في حياتي، وانا مؤمن بفكره ان في فتره بتمر على الانسان بيقعد يكويشن فيها حاجات كتير جدا، بيتساءل في شويه حاجات معينه. فانا فجاه كده جه عليا ان انا بتساءل انا ليه بعمل فيديوهات. هقول لك ازاي حصل الحوار ده. اصلا انا متعود كنور في الايام اللي ببقى يعني مشغول فيها او عندي كذا حاجه هتتعمل بستخدم التو دو ليست، اللي هي ايه دي التو دو ليست اللي انا بتكلم عليه، تو دو بوكس، وبعمل عليه علامة صح لما اخلص الحاجة اللي انا كاتبها هنا. فانا مثلا بكتب ذاكر شابتر 5 بتاع الماث، فانا لما بخلصه بدوس عليه تشيك. فدي تاسكات يعني، دي شوية حاجات بتتعمل على مدار اليوم. فالطبيعي انا همسك القلم على فكرة، ماشي؟ انا ايه جامد، او ممكن احطه لك هنا خليني ماسكينه احسن. بيحصل ان في الايام اللي بيبقى فيها حوارات وحاجات يعني تتعمل، بجيب التو دو ليست، بكتب الحاجات اللي انا عايز اكتبها، بعمل صح على الحاجه والدنيا تمام. في مره من 5 ايام كده جيت اكتب تو دو ليست وقلت هو التو دو ليست دي انت بتعملها ليه؟ خلي بالك انا هلعب بالقلم كتير قوي. انا حد يجي ياخد مني القلم، انت سبت عيل قدام الكاميرا. فقعدت مع نفسي قلت الواحد بيعمل تو دو ليست ليه؟ بيعمل تو دو ليست علشان، ودي معروفه، ان انت بتعمل تشيك على شويه تاسكات معينه. التاسكات بتاعتك دي بتقربك لهدفك. فور اكزامبل انا حاطط فيها شوت ا فيديو توداي، فانا بصور الفيديو النهارده، ده بيقربني من هدفي ان انا انا شغال على اليوتيوب وعايز ابقى حاجه كويسه يعني ان شاء الله. فده بيقربني كل يوم لهدفي. فجيت في مره بكتب في التو دو ليست ولقيت ان انا مش حاطط هدف ليا في حياتي عامه. دي حاجه بقى لاحظتها عامه، انا ما عنديش اهداف. حد لو جه قعد معايا هيقول لي هدفك ايه، هقول له والله هدفي السنه دي ان انا اخس مثلا، هدفي ان انا بس يعني دي حاجه كده. لا والله ما اعرفش اكتر من كده. هدفي ان انا اجيب درجات كويسه في الجامعه يعني. فلقيت بقى قعدت الوم نفسي، وهل انت فعلا يلا نور انت ما عندكش اهداف خالص؟ هل انت فعلا شخص انت مش طموح، مش ما نفسكش في حاجه؟ انت كده هتفشل. اللي هو بقى في واحد بقى جاي واحد جاي يرزل، واحد جاي كده استلمني، ما فيش بقى نوع من انواع التفاهم اللي هو طب خد ودي معايا في الحوار. لا ما فيش، كل حاجه قفش. وانتوا عارفين حوار القفش ده، لما تتفرجوا على رحلتي من الفشل للفشل كلها بقى، انت عارف الحوار القفش ده في منه كتير في حياتي. فقلت لنفسي احنا مش هينفع معانا فكره ان انت تفكر بالطريقه دي انك فاشل مش فاشل. لا، انت لازم تخلص نفسك. حاول تدور جوه دماغك وجوه نفسك على الاهداف اللي عندك. انت اكيد عندك اهداف. بص على حياتك، بص على انتماءاتك، بص على هواياتك. قعدت افرش كل حاجه عارفها في دماغي وعندي في حياتي بعملها، بحاول اشوف انا نفسي اعمل فيها ايه. ما هو ممكن بالصدفه ان انا فجاه نسيت اهدافي وعشان ما كنتش حاططها، لكن لما افكر نفسي بيها، لما افكر نفسي بشويه حاجات ممكن افتكرها، ممكن افتكر الاهداف دي. فانا قلت لنفسي ممكن ده اللي حاصل. قعدت اقول لنفسي انت بتعمل ايه؟ طيب ايه اليوتيوب ده؟ ايه الحاجه اللي ماسكه دماغك مفرتكاها 6 سنين اللي فاتوا؟ 6 سنين فعلا. ايه هدفك اصلا من ان انت تعمل محتوى على اليوتيوب؟ يعني ايه هدفك من كل الكلام ده كله؟ قعدت مع نفسي وما لقيتش هدف، ما لقيتش حاجه، ما لقيتش اي حاجه يعني. قعدت حتى اقول لنفسي طب ايه الاهداف اللي ممكن الواحد يحطها لنفسه كيوتيوبر؟ حطيت الهدف المعروف اللي هو مليون سبسكرايبر. نفسي اوصل لمليون سبسكرايبر، بس انا مش عايز مليون سبسكرايبر. هتبقى حاجه يعني جامده قوي لو عندي مليون سبسكرايبر. انا مش بعمل كده علشان المليون سبسكرايبر، ما هم ان شاء الله هيجوا يعني، ان شاء الله مع الشغل والمثابره والسنين ومن التعب المليون سبسكرايبر هيجوا. انا بس شايف ان ده مش هدف يعني. انا شايف ان ده مش هدف حطه في دماغك وتبقى ديديكيتد قوي وعامل بقى شغل عالي. لا يعني قلت لنفسي انا نفسي كرييت. انا في ارتست جوايا عايز يطلع وكلام كتير قوي وكده يعني، فاهم؟ انا في حاجه قويه جدا من الداخل للخارج، ما تعرفش يعني. هل ده كلام يتعقل؟ لا، ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها كده. قعدت في الموال ده 3 ايام. كان اول يوم بكتب كل حاجه اعرفها في حياتي عن الحاجات اللي انا بعملها في حياتي، وما فيش حاجه في الكلام ده. كنت بكتب اهداف كنت حاططها زمان، ان انا عايز يبقى عندي مليون جنيه وانا عندي 35 سنه. مشاعر صعبه قوي مسكاك ومحوطاك وبتقولك انت فاشل، او انت فاضلك تكه وتفشل. 5 سنين و6 سنين من التفكير والشغل والحركات اللي انت كنت بتعملها على اليوتيوب، كل ده هيروح في تيس علشان ما كانش فيه هدف.
عملت بقى اللي المفروض بيعمله اي واحد لا مؤاخذه في كورنر مزنوق كده مش عارف يعمل ايه. دخلت على النت، دخلت على اليوتيوب وقعدت اسرش. انا لازم يبقى عندي هدف. طب انا ممكن امشي كده من غير هدف ولا ايه نظام؟ تسال ناس بقى على حد عنده هدف. طيب يعني ايه؟ طيب الموضوع ما نفعش. ودخلت على اليوتيوب ولقيت بقى فيديوهات بالساعتين 3. ولا مؤاخذه انا الموضوع عندي مهم على فكره بس مش مهم لدرجه ان انا اقعد ساعتين 3 بسمع شخص عمال يعمل كده. وقد قال الشيخ محمد الحنبلي على أن يجب أن الشخص يكون عنده أهدافا في حياته. وقد قال الكاتب روبرت جرين آرثر شلبي أن لازم يكون عندك صبر في الحياة ولازم يكون هناك هدف. يا أخي أنا مش عارف هو ليه خليجي بس يعني عادي يعني. فلقيت الموضوع بيطول ساعتين 3 فيديوهات بتقول لي ازاي تحط هدف وتمسك الهدف كده وتبوسه من بوق. يعني ما ينفعش يا جماعه والله. ما ده في قفش زي ما قلت لك. في ايه؟ في قفش. فقدت الامل. ما كانش حد هيقول لي ايه اهدافي. انا كنت مزنوق زنقه سودا والحمد لله رب العالمين على اليوم الرابع كده قلت بلاش قفش. مش كان في قفش؟ بلاش قفش بقى في الكلام. انا برضو سايد نوت كده، انا مش جاي اقول لك ازاي لقيت هدفي وازاي تنجح معايا زي ما انا لا ما فيش الكلام ده. انا جاي اقول لك اللي انا عارفه ان انا عايز ابقى شخص كويس، وان انا دايما من اول ما ابتديت انا كنت دايما عايز اثر في الناس. قعدت اسال نفسي، قعدت اقول لنفسي ايه الحاجه اللي انت دايما بتفكر فيها على السن ده المكان الحلو بتاعك؟ ايه الحاجه اللي انت بتفكر نفسك بيها دايما؟ لقيت ان دايما الحاجه اللي دايما بحاول افكر نفسي بيها ودايما الحاجه اللي فيها موتيفيشن بالنسبه لي هي ان انا عايز ابقى قدوه، وعايز ابقى الشخص اللي بينفلونس الناس، وعايز اثر في الناس. انا عايز ابقى شخص مؤثر. فلقيت ان انا كنت بفكر غلط قبل كده. لقيت ان انا كنت بفكر بطريقه ماديه، ان انا بفكر بطريقه انا ايه اللي انا هستفاده من اليوتيوب. كنت بتعامل مع الموقف على اساس ان انا ايه، بقول لك يا يوتيوب انا بدي لك شويه فيديوهات بقى وبتعب فيها، فين بقى المردود؟ فين بقى الفلوس بقى وشهره بقى؟ فلقيت بقى المليون سبسكرايبر والفلوس ايه الكلام ده كله. كل ده statistics، كل دي ارقام، كل دي حاجات ما تقدرش تمسكها وتحسها وترضيك، تحسسكش انك شخص عملت حاجه. دايما اللي انا كنت بفكر فيه ودايما اللي كان اثر فيا قوي، انا بحب اثر في الناس. لقيت ان انا عايز اسيب ليجاسي ورايا. قعدت كده افصص الدنيا شويه. ايه فيديوهات يوتيوب اللي انا بعملها؟ انا بقعد اتكلم مع الناس، بحاول اضحكهم. انا لاحظت ان انا من جوايا انا بحب اتكلم ودايما بحب اعبر عن افكاري. في الاول وفي الاخر ربنا خلقنا على الارض دي علشان نعمر فيها. ممكن نعمر فيها، نبني، نطور الكرة الأرضية، ممكن نطور الصناعة، الزراعة، بس برضو ممكن نطور من نفسنا ونطور من اللي حوالينا. ان احنا نستخدم الأفكار اللي بتجيلنا في دماغنا على ان هي تبقى دروس مستفادة وقيم نقدر نتعامل بيها ما بيننا وما بين بعض يعني، ونقدر نتعامل بيها ما بيننا وما بين نفسنا. فممكن يكون هدفي مش ملموس، مش عارف له ملامح قوي، بس انا عارف له اتليست بذرة، والبذرة دي ان انا عايز اثر وعايز انشر حاجة. لاحظت في الاول وفي الاخر برضو ان المشكلة اللي انا دخلت فيها والليلة والمود الرزل المقرف، انا ليه مش فاهم الحياة؟ ليه انا بعمل فيديوهات؟ انا ليه بعمل وليه بقرأ كتب اصلا؟ انا بقرأ وليه بتعلم؟ اللي انا عارفه ان دي حاجة زي كده هتمر عليا تاني، مر عليا تالت ورابع وخامس، انا هلاقي نفسي بعصر دماغي وبتعب وبتسحل في الحوار. لكن اللي انا عارفه بجد ان انا المرات الجاية الموضوع مختلف، علشان المرات الجاية انا هستغل المرات اللي انا بفقد فيها المعنى. هبقى تجاهي ناحية اليوتيوب. وليه انا بعمل يوتيوب؟ انا بعمل يوتيوب علشان انا فاقد المعنى في شوية حاجات في حياتي. انا ما عنديش هدف في اليوتيوب، انا بدور على هدفي دلوقتي، بحاول اشوف انا عايز اعمل ايه في الدنيا. فانا هخلي اليوتيوب هو الحاجه اللي بتخليني اعرف اتحرك. انا هخلي اليوتيوب رحله اعرض لك فيها انا بعمل ايه وبفكر ازاي وشغال ازاي وبكتب ازاي وبكتب في ايه وبفكر في ايه. هحاول استغل حاجه زي كده تو ماي بنفيت، ان انا مش لاقي هدف. ده هدفي ان انا الاقي الهدف. هدفي ان انا دلوقتي مش لاقي الهدف، فانا هلاقي الهدف. مش شرط انا عارف ايه اللي يكون بيبقى جوايا، بس انا عارف ان اللي جوايا حاجه انا مش عارف امسكها، هي دي اللي بتحرك. الكلام ممكن يكون باين ان هو مجعلص شويه وصعب شويه. انا مش بقولك انك انت هدفك جواك بس انت مد ايدك كده بس جامد بس وهتلاقي هدفك طلع، بس ايه يعني اشطفه كده وهتلاقي جميل قوي. لا يعني الموضوع مش ماشي كده. الموضوع ماشي في انك انت متخيل نفسك ايه. سيبك من الفلوس، سيبك من الماتيريال، انت فكر بس في الحاجه اللي انا هبقى سعيد قوي لو انا بعمل كده. مش ان انا هبقى سعيد قوي لو بقبض $4000 في ال5 دقايق ونص. لا يا حبيبي، لا، انت مش هتبقى سعيد لما تبقى $4000 في 5 دقايق ونص. بتحب تعمل فلوس، بتحب تبقى بيزنس مان، ماشي يا باشا، اصل دي مهنه وانت بتحب تبيع وتشتري وتعمل حركاتك وتعمل تسويق، ماشي، انت تحب تعمل كده، ده حاجه عظمه. لكن الفلوس مش مهنه يعني. هي فلوس، انت مهنتي ان انا عايز ابقى مرتب يعني. مش موضوع، مش هيبقى ماشي كده. الحياه قصيره،
الحياة قصيرة على انك تضيعها في انك تحاول تعرف هدفك فين. لو يا سيدي عرفت هدفك بسرعة وانت من النوع اللي عنده هدف وبتعرف تشتغل له، يا سيدي عاش. لو ما عندكش صدقني انت زيي وانا زيك والدنيا حلوة. لو فقط قلنا بس في نفسيتنا كده ان بجد الحياة قصيرة قوي على ان احنا نقعد نحنتف في الحندوفة وننتف في الشعراية الصغنونة ونقول اوبا هو الهدف والسر كله ورا البتاع اللي هناك دي، انا محتاج اتعدى البتاع اللي هناك دي عشان الاقي السر. لا يا حبيبي، السر مش هناك، السر في انك حرفيا تقوم تجرب اي حاجة. انت بتحب العربيات يا سيدي، روح شوف اعمل لك فيديو ريفيو ما بين العربية الهوندا والهيونداي، ما يعني ما اعرفش الفرق يعني هيبقى ايه، بس يعني بتحب غطيان الاقلمة الجاف، ما انت مش بتحبش الاقلمة، انت بتحب الغطا بتاعها، سلام ده العشق كله، ويعمل ريفيو بقى عليها، اعمل ريفيو واتكلم. انت اكيد عندك رأي، انت اكيد عندك حاجة عايز تقولها، عايز تكريت حاجة، انت عايز تطلع حاجة للناس، طلع الحاجة دي ودور جواك. انا شايف ان الفيديو اللي انا عملته ده صعب، بحاول اقول لك بس كمورال الفيديو، ويا رب تكون فهمتني. لو فجأة لقيت في حياتك في حاجة ناقصة، استغل النقص ده انك تمشي وانك تتغاضى عنه او تستغله وتمشي بيه. انا لقيت ان في نقص في حياتي زي ان انا مش لاقي هدف، انا مش لاقي البيربس، انا مش لاقي المعنى. استغليت ان انا مش لاقي المعنى والهدف والبيربس بان انا حاولت ابرمج دماغي على كده ان انا خلاص انا مش هلاقي الكلام ده، انا مش هقف في الحتة دي، انا هتخطى الحتة دي وهحاول ان انا اخلي هدفي لحد دلوقتي as we speak كده ان انا الاقي هدفي، ان انا الاقي البيربس بتاعتي، ان انا الاقي المعنى اللي يخليني اتحرك في الدنيا دي. غير كده لو عندك هدف عاش قولي في الكومنتات انت عندك هدف ازاي، معرفش وايه هدفك، قولي اهدافك في الكومنتات. كان عارف ان برضو في هيبقى في مازال في اقليه كده بتقولي انت بتهري في اي مهري وبتحشي في اي محشي. انت على عيني من راسي فوق، انت على عيني من راسي فوق. بص يعني انت في مرتبه تانية خالص، يعني في ناس على عيني وراسي من فوق، بس انت على عيني من راسي فوق، راسي فوق اصلا، بس وانت على عيني يا لهوي يابا. سلام عليكم، سلام عليكم، عشان الساعة 12 يا اسطى، 12 والبطارية 8%. هتقولي ايه ماله التليفون 8%؟ هقولك عادي مفيش اي حاجة، مفيش مشكلة. اتمنى تكون فهمتني، بس كده، سلام عليكم.